تطلع، وأول ما قربت الحبل وقع وإيدها فلتت ووقعت في المية والقروش كلوها. وأبو مايا قال لهم إن هما مش هيعرفوا يخرجوا من هنا من غير الحبل، وما بقاش في حل غير إننا نرجع تاني ونعوم لحد المحيط. وفجأة القرش طلع وكله، ومايا كانت منهارة من العياط، وبياخدوها وبيغطسوا علشان يروحوا للمحيط، والقرش بيهاجمهم بس بيهربوا منه. وساشا بتقع في تيار مائي قوي جدا، ومايا بتحاول تمسكها بس ما بتعرفش. وأليكس بتقول لمايا إنهم لازم يمشوا، وبيحاولوا يروحوا للفتحة اللي هتطلعهم على المحيط. بس فجأة القرش بيظهر ومسك في الشنطة بتاعت أليكس اللي فيها أنبوبة الأكسجين، وقامت قلع الشنطة والماسك وبعدت عن القرش، بس ماتت غرقانة بسبب الأكسجين. ومايا الطيار سحبها، وفجأة لقيت ساشا مسكت ايدها وما كانتش مصدقة ان هي لسه عايشة. وبيلاقوا مخرج بس بيكون ضيق جدا، وبيضطروا يقلعوا الشنط اللي فيها انابيب الاكسجين علشان يعرفوا يعدوا. واخيرا طلعوا للمحيط، وبيلاقوا يخت وبيفضلوا ينادوا بس محدش بيكون سامعهم.